النهاردة هنتكلم عن أخطر راجل في اليمن، الشخص الوحيد في العالم اللي كل ضحاياه كانوا أصحابه. تخيل أن أعز صاحب ليك يكون هو السبب في نهايتك، بيقنعهم أنه في كنز مدفون وهو الوحيد اللي يعرف طريقه، وأول ما يوصل يخليهم يحفروا علشان يلقوا الكنز، وأول ما يحس أن الحفرة دي بيجي زي القبر يخلص على صاحبه ويدفنه مكانه. جريمة هزت اليمن كلها من بشاعتها. الشخص ده كان عايش في وسط الناس عادي ومحدش كان بيشك فيه خالص. لما اتكشف الناس كلها اتصدمت، ازاي الشخص اللي الكل كان بيحترمه يعمل كده ويطلع اخطر مجرم في تاريخ اليمن. بس القصه دي كان فيها لغز كبير، هو ليه كان بيقتل اصحابه بس؟ استعدوا لواحده من اخطر الجرائم اللي هتسمعها في حياتك. ما تحاولش تتوقع اللي جاي لان الحقيقه هتكون اغرب من اللي هتتوقعه بكتير. لكن قبل ما نبدا عاوزين نوصل بالفيديو ده ل 3000 لايك، وده هيكون تحفيز لينا علشان نكمل. ويلا نبدا القصه على بركه الله. تخيل ان الجريمه دي اتكشفت من شهرين بس واتقبض على السفاح، وزي ما وعدناكم هنجيب لكم كل التفاصيل. اصغر تفصيله في القصه دي مش هنسيبها، بفضل ربنا قناتنا الوحيده اللي بتجيب القصص بالتفاصيل والمصادر الموثوقه، ده غير التواصل مع اصحاب القصه نفسي. واتحدى اي قناه تقدر تجيب تفاصيل زي اللي هنفجرها النهارده في الحلقه دي. وعلشان كده بطلب منك تركز معنا في القصه دي بالذات، وكالعادي صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. المجرم اسمه علي عبد الصرفي من اليمن، تحديدا من منطقه بني حشيش، عضو فعال في جماعه الحوثي اللي في اليمن. كان معروف في المنطقه انه شخص عادي جدا، انسان حاله حال اي حد هناك. لكن الشخص ده كان وراه سر خطير محدش يعرفه. ما كانش حد يعرف انه حرام ومحترف، نصاب درجه اولى، كان بيسرق اي حاجه قدامه من غير ما يفكر في العواقب، واي فرصه تجيله للسرقه ما بيفوتهاش. كان عايش في المنطقه وسط الناس ولا حد شاكك فيه. وفي يوم من الايام قرر انه يسرق واحد من اصحابه. صاحبه كان راكن عربيته على جنب وحاول ينام له شوي. العربيه كانت مفتوحه، علي شاف صاحبه نايم والبندقيه بتاعته جنبه، وزي ما نحن قلنا في الاول هو واصحابه اعضاء في جماعه الحوثي، يعني معاهم سلاح، دايما معاهم سلاح. راح وبكل هدوء لف الشال على وشه علشان ما حدش يعرف، وبعدين بدا يقرب من ناحيه العربيه وحاول يسحب البندقيه بالراحه. لكن صاحبه حس بالحركه حوالين منه وصحي، لقي شخص متلتم وما قدرش يعرف. علي بدل ما يهرب طلع الجنبيه وحاول يقتل. الجنبيه دي علشان الناس تبقى عارفه ده سلاح ابيض، سكين، ضربه بطعنه في راسه وضربه بطعنه جنب عينيه. لكن صاحبه كان اقوى منه شوي، مسك فيه وقاموا مسكوا في بعض، وفي الاخر صاحبه اتغلب عليه رماه على الارض. ودي تبقى اول فضيحه لعلي، والناس بدات تشك فيه. فك العمامه من على وشه وكانت الصدمه، اكتشف انه هو علي. الناس اتجمعت في المنطقه علشان يشاء القدر ان علي يتفضح. بس صاحبه طلع محترم شوي وسامح وقال له مش هبلغ عليكم الحكومه، اعتبر الموضوع خلص. لكن علي من جواه كان عارف ان دي مشكله كبيره. فكر وقال انا لو فضلت اسرق ناس صحيين زي كده ممكن يتقبض علي، لازم اغير من طريقتي واتخلص من الضحايا بعد ما اسرقوا. ومن هنا بدات جرائم القتل تبتدي مع علي. في ليله من الليالي اتصل بصاحبه اللي هو مين، اللي هو اسامه غانم، قال له عندي ليك مصلحه كبيره فيها فلوس حلوه، بس لازم تجيب بندقيتك معاك انت وجاي. اسامه صدقه واخذ بندقيته وراح له. ما كانش عارف ان علي عينه على السلاح بتاعه. علي خدعه وقال له انه في ذهب مدفون في الجبل وانهم لازم يحفروا علشان يطلعوه. بدا اسامه يحفر، بعد شويه تعب، ريح شويه وبعد كده نزل الحفره تاني علشان يكمل. وهنا علي بدا في تنفيذ اول جريمه ليه، يمسك الفاس من جنبه ويضرب اسامه بيها على راسه لحد ما اسامه مات. وبعدها اخذ كل حاجته، فلوس، سلاح والموبايل، ودفنه في نفس الحفره اللي حفرها اسامه. بعد كده بعت رساله لاهله وقال لهم ان اسامه راح الجبهه علشان يقاتل واحتمال يغيب شهرين. اهله صدقوا وما فكروش نهائيا يبلغوا الشرطه، والموضوع عدى عادي. بعد فتره قرر يكرر نفس السيناريو دي مع واحد صاحبه تاني اسمه عبد الولي النهاري. اتصل بيه وقال له نفس الكلام عن الذهب، طلب منه برضه يجيب له البندقيه معاه، وعبد الولي برضه صدقه، راح معاه وخلاه يحفر قبره بنفسه. بعد كده ضربه بطلقه في راسه، سرق كل حاجته وبنفس الطريقه بتاعت اسامه. بعت رساله لاهل عبد الولي قال لهم ان عبد الولي رايح الجبهه واحتمال يغيب شهرين، واهله برضه نفس الوضع يصدقوا، والموضوع عدى عادي. لكن المره دي كان مقتنع انه لازم يغير طريقته شويه، فدور على ضحيه جديده. وهنا يجي الدور على عمار اللي هو اخو عبد الولي الضحيه الثانيه. اتصل بيه في نص الليل وقال له تعال بسرعه عندي ليك مصلحه كبيره. بس ربنا انقذ عمار انه عربيته كانت عطلانه وما قدرش يروح في الليله دي. ثاني يوم حاول يتصل بعمار ثاني لكن موبايل عمار كان مقفول. عدت الايام وعلي فضل يدور على الضحيه الثالثه بتاعته، ووقع الاختيار على صديقه يونس علي حزام بنفس السيناريو. اتصل بيه واقنع انه يجيب بندقيته معاه ووداه لنفس المكان اللي دفن فيه اصحابه، خلاه يحفر وبعدها غدر بيه وقتله. بعد فتره واحد من اهل القريه كان ماشي في الجبل، شاف دراجه ناريه او موتوسيكل متروك في الجبل، قرب منه اكتشف ان الدراجه الناريه دي بتاعت اسامه
الضحية الأولى بتاعت علي. استغرب لأن أسامة المفروض كان قاعد في الجبهة، فبلغ أهله بالموضوع. الناس بدأت تشك، فمباشرة أهل المنطقة بدأوا يحفروا في المكان اللي لقوا فيه الدراجة النارية بتاعت أسامة غانم. بعد شوية من الحفر ظهرت جثمان أسامة. الناس كلها انهارت من الصدمة. إزاي ده مات؟ مش المفروض إنه هو في الجبهة بيحارب؟ القرية كلها اتقلبت وبدأوا يدوروا على أي أدلة تانية. وأثناء البحث شموا ريحة غريبة في المكان، شكوا يكون في حاجة تانية مدفونة في تحت الأرض. بدأوا يحفروا شوية فلقوا الضحية الثانية. الضحية دي كانت عبد الولي، وهنا أخوه عمار انهار تماما وقال أخويا ما كانش في الجبهة أساسا. الناس بلغت الشرطة ومباشرة بدأت التحقيقات، لكن المصيبة إن المجرم علي عبد الصرفي كان بيدور معاهم. كان واقف في وسط الناس عادي جدا كده، عامل نفسه مصدوم زيهم، وبيمثل إنه بيدور على القاتل معاه. لكن الشرطة بدأت تشك فيه، خصوصا بعد ما أهل الضحايا افتكروا حاجات مهمة جدا. عمار أخو عبد الولي قال آخر حد اتصل بأخويا قبل ما يختفي كان علي عبده، وبرضه نفس الوضع أسامة كان مع علي قبل ما يختفي. بعد الاتهامات دي الشرطة قبضت عليه مباشرة وبدأت تتحقق معاه. في الأول حاول ينكر كل حاجة، قال أنا ماليش دعوة بالكلام دي، أنا زيكم مصدوم من اللي حصل. لكن لما شدوا عليه شوية في الأسئلة وكمان واجهوه بالحقائق بدأ يتهته في الكلام، وفي الآخر انهار واعترف بكل حاجة. ومن هنا نبدأ في رحلة الرعب بتاعت اعترافات علي قدام النيابة. اعترف إنه كان بيستدرج أصحابه واحد ورا الثاني، وديه بحجة إنه عنده ذهب مدفون في الأرض عبارة عن كنز، وإنه كان بيخليهم يحفروا قبرهم بنفسهم، وبعدها كان بيقتلهم واحد ورا الثاني. كان بياخد كل ممتلكاتهم، السلاح والفلوس والموبايلات، وبعد ما بيخلص بيبعت رسالة لأهاليهم من تليفوناتهم. واعترف وقال قتلت أسامة بالفاس في دماغه وخليته يحفر قبره بنفسه، وبعده قتلت عبد الولي، بس المرة دي ضربته بالنار في راسه وهو جوا الحفرة. أما يونس فقتلته بنفس الطريقة وسرقت كل حاجته، وكنت ناوي أقتل عمار بعده بس عربيته كانت بايظة وما قدرش يجي. الضباط كانوا مذهولين من الاعترافات بتاعته، مش قادرين يستوعبوا قد ايه كان مجرم خطير. بعد التحقيقات الشرطه رجعت للمكان اللي دفن فيه الضحايا وعملت بحث اوسع من اللي عملته الاهالي، وهنا اكتشفوا ان علي كان ناوي يكمل جرايمه، وكان مخطط لضحايا تانيين. كان كاتب في ورقه اسامي الناس اللي هيكمل عليهم في جرايمه وكان هيقتلهم، كان ناوي يستدرجهم ويقتلهم بنفس الطريقه. واثناء البحث الشرطه لقيت بنادق الضحايا والفلوس اللي كان لسه مخبيهم، وكان في تسجيلات صوتيه من موبايلات الضحايا بتاكد ان كان بيكلمهم قبل ما يقتلهم. بعد كل الادله اللي الشرطه جمعتها المحكمه اصدرت حكمها بالاعدام شنقا على علي عبد الصرفي. الناس في اليمن كلها ارتاحت من شره وبقيت قصته عبره لاي مجرم زيه. اكتب في التعليقات ايه رايك في المجرم ده، وهل لو كنت مكان عمار كنت هتشك في الموضوع بدري زيه؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتستنى قصتنا الجاي. سلام.